نعمل بقى النهارده الهوت شوكليت البودر. مقادير بسيطه جدا، مكونات ان شاء الله تكون متوفره عندكم في كل بيت. عايزه اقول لك بقى، عايز تشربي بقى حاجه كده سهله وسريعه، اظن مفيش احلى من هوت شوكليت يعدل مزاجك. شفطه منه فعلا بتعدل المزاج. يلا بينا نسمي بالله ونشوف عملناه ازاي. معايا بقى كده طبق احط فيه كوبايه من السكر البودر، واحط كمان نص كوبايه كده من الكريم شانتيه، ونص كوبايه من اللبن البودر. انا بجيب الحاجه على طول من عند العطار، حتى اللبن البودر. ونص كوبايه كده من الكاكاو الخام الاسباني، تقدري انت تستعملي الكاكاو الخام الاسباني الغامق، هيديكي نتيجه احسن كمان. وهحط 3 معالق كبار كده من النشا المليانين، واحط كمان كيسين من الفانيليا او ربع معلقه من الفانيليا لو حد عنده العلب. هنقلب بقى كل ده كده مع بعض كويس جدا. طبعا الكوبايه اللي تعايري بيها من بدايه ما تشتغلي هي اللي تكملي بيها للاخر خالص. هنقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. اتاكدي ان النشا كويس اختلط معاهم كويس. ومعايا بقى كده دي شوكولاته خام، بدات ان انا زي كاني بالظبط هبشرها. بس النتيجه دي يعني بتديني نتيجه كمان احسن من البشر. بدات ان انا بالظبط مسكت السكينه، بدات ان انا اكحت كده في الشوكولاته عشان تديني زي كانها بالظبط مبشوره بس على صغير قوي، وهو ده المطلوب. انا عايزه نص كوبايه من الشوكولاته الخام تكون زي كانها بالظبط مفتفته زي ما انت شايفه كده بالظبط. تقدري طبعا تعمليها بالمبشره زي ما قلت لك، بس تكون من الناحيه اللي هي الصغيره قوي عشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. هنقلب بقى كويس جدا بعد ما حطيت كده الشوكولاته بردك معاها. انا عايزه الشوكولاته تكون صغيره عشان خاطر تدوب معايا بسرعه. وهبدا بقى ان انا احطهم بقى، اعبيهم بقى في العلبه بتاعتي او في برطمان بتاعي. ما شاء الله بيعمل معاك كميه حلوه قوي، يعني مش هيخلص بسرعه، لا هيعمل ما شاء الله معاك كميه حلوه وهيقعد طبعا معاكي. طبعا مفيش وجه مقارنه تماما ما بين السعر اللي انت هتشتريه وما بين التكلفه اللي انت هتعمليها. طبعا كل حاجه بتكلف، ولكن مفيش بردك بقولك مقارنه. هنديها بردك رشه كده بردك بالشوكولاته اللي احنا بنبشرها او بتكحتيها كده بالسكينه، وفعلا بيديكي نتيجه بالظبط زي بتاع بره، وطعمه حلو قوي. مسافه اصلا ما بتقلبيه انت بتشمي كمان ريحته. نسيبه بقى على جنب ونشوف بقى نعمله ازاي اللي هو مشروب. معايا بقى كده حله او كسرونه، هحط فيها كوبايتين من اللبن. تقدري طبعا تكتري الكميه او تقللي على حسب ما انت عايزه. واحط كمان فيها لكل كوبايه من اللبن بتاخد معلقه كبيره مليانه من الهوت شوكليت البودر بتاعنا اللي احنا عاملينه. نبدا بقى ان احنا نقلبها كويس قوي. انا حليتها بالسكر، ولكن تقدري ممكن ما تحليهاش او تقدري تزودي السكر الكميه اللي انت عايزاها براحتك. انا حطيت معلقه صغيره مليانه من السكر، تقدري تزودي او تقللي، دي حاجه بترجع لك. هنقلبهم الاول على البارد زي ما انت شفتي، بعد كده خدناهم كده على النار، يكون في ايديكي مضرب. اول ما تشوفيه بقى يغلي كده ويعمل فقاقيع، تروحي صباه على طول، عشان هو بيعمل طبقه قشره كده مسافه ما بيقعد. هو ده السمك المظبوط جدا، لان هو لما بيقعد كمان بيتقل شويه. ده بالظبط ان انت بتشربيه بالظبط في الكافيه. عايزه اقول لك بجد طعمه حلو قوي، وفعلا يستاهل ان انت تجربيه. ومفيش بقول لك وجه مقارنه تماما ما بين التكلفه بتاعت بره وما بين ما انت هتعمليه في البيت. حاجه كده سهله وسريعه، وطبعا انت ضامنه نظافتها، ومفيش بقى مواد حافظه. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون ضيفه خفيفه عليكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وتشاركوا القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.